كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب، اللهم بلغنا رمضان. وطبعا سفرة رمضان ما تحلاش غير بالمخلل، وطبعا مخلل الفلفل ده من أهم أنواع المخللات. أنا النهاردة هعمل معاكم مخلل الفلفل ولحد آخر واحدة، محتفظ بلونه وكمان ما تهراش. بصي يا ستي، لو لقيتي النوع دوت في السوق من الفلفل ما تتردديش إنك تشتريه، لأن هو ده أفضل أنواع الفلفل اللي تقدري تستخدميه في التمليح. بصي بقى، هتجيبي الفلفل المكسيكي دوت، طبعا تغسليه وتطلعي منه لو فيه واحدة دبلانة، ما تخليهاش عشان ما تبوظهوش، وكمان ما تشيليش القمع بتاعه، خليه زي ما هو. هاتي بقى البرطمان بتاعك وابداي انزلي بقرون الفلفل بالشكل اللي انت شايفاه ده. حتى لو لقيتي في الفلفل في الاحمر او الاصفر حطيه، ما تقلقيش، مش هيجرى له حاجه. بالطريقه اللي هقولك عليها هيفضل محتفظ بردك بكيانه، ولا هيتغير لونه ولا هيدبل منك. وكمان حطيت جنب فص توم كده 3 4. بصي بقى، فصوص التوم دي في التمليح بتبقى خطيره. عايزه تكتري من التوم، انت هتنقيه من الفلفل وهتاكلي التوم، هيبقى توم مخلل طعمه رهيب. هنا بقى البرطمان. تعالي بقى اما نشوفوا المحلول هنعمله ازاي. لكل لتر ميه هنحط من 5 ل6 معالق ملح، وكمان هنحط حوالي معلقتين كبار من الخل. هتقلبي المحلول ده كويس قوي، عايزه الملح يدوب. وهنبدأ ننزل بقى بالكمية بتاعة المية لحد ما نملى البرطمان على الآخر بمحلول المية اللي احنا عاملينه بالملح والخل ده. وعلشان نضمن ان لونه ما يغيرش هنبدأ نحط الكيسة عشان نمنع الهواء انه يدخل للمخلل، لان الهواء هو سبب اساسي ان المخلل يبوظ منك وكمان يدبل بسرعة ولونه يغير. طبعا المخلل ده بتحتفظي بيه بره التلاجة، يعني مش هتدخليه التلاجة. مدة التمليح بتاعته من اسبوع ل10 ايام، وبعد كده هتفتحي عليه. بالمناسبة انا حطيت هنا طبق تحت البرطمان، لان طبعا مع التمليح كمية المية بتعلى لفوق فهتغرق لك الرخامة، فحطي طبق احتياطي. بصي بقى لما انا فتحت عليه، بجد يا جماعة مخلل الفلفل طالع طعمه ولونه وريحته يجنن، وبألف هنا على قلوب.